صباح الفل عليكم يا لعيبه، في فيديو جديد، فيديو اسطوري كالعاده. النهارده معانا سهره الحصول على اللاعب زيكو من الفتحه المجانيه. بس خليني كده في بدايه الفيديو عاوز اقول لك نقطه مهمه جدا، لازم تكون محمل التطبيق اللي بيزود معانا نسبه الحظ اثناء تفتيح الباكجات. والتطبيق ده هتلاقيني تحت دلوقتي سايبهولك في الكومنتات المثبته. لازم تكون محمل التطبيق ده، وبعد كده بتشغله على السيرفر الفرنسي او السيرفر الياباني، وبعد كده بتخش على اللعبه، وبعد كده هتيجي تطبق الثغره اللي انا هوريها لك دلوقتي قدام حضرتك بالتفصيل. تمام، ركز بقى دلوقتي معانا في الثغرة. أول حاجة كده ضغطنا هنا عند اللاعب زيكو، وبعد كده هنا هنقلب في الطاقات بتاعته على التأثيرات والشروط بالتفاصيل. وزي ما أنا دخلت لازم أرجع بنفس الطريقة بالشكل ده، وأكون هنا ضاغط على الكارت بتاع اللاعب زيكو بالشكل ده. هنزل هنا تحت عند آخر لاعب هايلايت معانا، هنخش عليه وبنقلب في الطاقات بتاعته بالشكل دوت، واضغط هنا على الكارت بتاعه. تمام، وبعد كده اللاعب الهايلايت اللي جنبه هنقلب برضو في الطاقات بتاعته بالشكل ده. وزي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقة. ونقطة الضغط على الكارت دي نقطة مهمة جدا، لازم تضغط على الكارت بتاع كل لاعب. تمام، لازم تعمل التركة دي. هنيجي هنا عند اول هايلايت معانا في الصف الاولاني، ضغطنا عليه وبعد كده بنقلب في الطاقات بتاعته بالشكل دوت. تمام اهوت، برضو اضغط هنا على الكارت. بعد كده اطلع خالص بره الباكج، وندوس مشاهدة الكل، وندوس قبل ما احنا نعمل اي حاجة كلمة تدوير بالشكل ده، وبعد كده ادوس عليها مرة كمان. هنيجي هنا تاني عند اللاعب زيكو، وبنقلب في الطاقات بتاعته بالشكل دوت، التأثيرات والشروط والتفاصيل. وزي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقة. ونقطة الضغط على الكارت نقطة مهمة جدا، لو نسيت الضغط على الكارت انت كده بتبوظ الثغرة على نفسك. تمام، ركز يا لعيب في التركات بتاعة الثغرة دي، لان التركات دي مهمة جدا، دي اساس الثغرة. تمام اهوت، واضغط هنا برضو على اللاعب زيكو. الخطوة دي احنا بنعملها 3 مرات على اللاعب زيكو بالشكل ده، هي نفس الخطوات، تأثيرات والشروط بالتفاصيل. برضو بنرجع ضغط على الكارت. تمام، بعد كده هننزل هنا تحت شوية. تمام، وهنيجي عند اللاعب دوت، تحفظ اسمه وتحفظ شكله. المهم لازم تنزل وتضغط عليه وتقلب في الطاقات بتاعته. تمام اهوت، وهي مرة واحدة فقط اللي بتتعمل عليه الحركة دي. اطلع فوق ادوس كلمة تدوير، رجعها تاني. دلوقتي هبتدي اضغط بقى على الكروت بتاعت اللعيبة فقط. بص، اللاعب زيكو اهوت، ضغطت على الكارت يطلع بره، ومرة كمان بالشكل ده اهو، وادي مرة كمان بالشكل ده. مقلبتش في الطاقات وبس كده يا لعيبة. اتمنى ان انتوا استفدتوا من الفيديو ده، متبخلش على الخوف باللايك والشير والاشتراك. كان معاكم من قناة يوسف فوزي، وبس كده، سلام يا لعيب.